بص بقى، احنا لما نتجوز انا هاكلك واشربك وهعيشك في احلى فيلا وهسفرك بره كمان. يعني انت عاوزاني بشنطه هدومي؟ ولا شنطه هدوم، انا هجيب لك لبس جديد. ناقص تقول لي هجوزك واسطرك. بقول لك ايه، ده شرطي الوحيد في الجواز، ان انا اصرف عليك وعلى البيت. المفروض انا اللي اصرف على البيت عشان الكلمه تبقى كلمتي وابقى راجل في بيتي. ما انت يا حبيبي هتبقى راجل البيت وسيد الرجاله كمان، بس مش هتخرج من البيت غير وانا معاك ورجلي على رجلك. طب وشغلي؟ تشتغل ايه؟ انت عايز تنزل وتعرق وتتوسخ؟ البيت بيبان فيهم الوساخه يا حبيبي. وبعدين احنا معانا فلوس كتير، انا معايا فلوس تكفينا طول العمر. ولا انت بقى عايز تنزل عشان تقابل دي وتكلم دي والاسم انك بتشتغل؟ على فكره انا قليل قوي لما بقابل بنات، معظم العملاء بتوعي رجاله. بس فيهم ستات، وانا يا حبيبي عايزه اريح دماغي. اعتبرني شغل، اعتبرني التارجت بتاعك. تارجتك ان انت تبسطني وانا هنغنغك فلوس. طبعا، ولو عملت حاجه تبسطك تقولي لي جود بوي، ولو عملت حاجه وحشه تحرميني من الدراي فود. بقول لك ايه، روحي شوفي عبد. على فكره مليون غيرك يتمنى الديل ده. ما تنسيش بقى وانت بتعملي الديل انه يحمل ويخلف ويرضع، وكمان تكشيف عليه انه يكون ابن بنوت، لان السوق كله مضروب.